السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن حاجة كويسة جدا ومهمة ومفيدة لأي حد شغال كلارفل ديفلوبر، ألا وهي إزاي الموديل بيشتغل. يعني أنت بتيجي تنادي على أي فانكشن جوه الموديل زي فايند فيرست جيت وير وات ايفر الفانكشن، إيه اللي بيحصل في الكواليس ورا في الفريم ورك عشان في الآخر يرجع لك النتائج. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. ممكن حد يسأل سؤال بسيط، أنا هستفاد إيه من حاجة زي كده؟ خلينا نقول الأول، أنت كسوفت وير انجينير لازم تبقى فاهم كل حاجة أنت بتستخدمها شغالة إزاي، على الأقل يبقى عندك خلفية عنها، عشان لو حصل مشكلة بكرة وبعده تبقى عارف تدبج المشكلة بتاعتك إزاي. في ناس كتير بيبقى عندها مشكلة، ممكن يبقى قاعد نص ساعة عمال يدور على حلول ويسيرش ويستك اوفر فلو ويسأل اي اي، ممكن يبقى حلها بسيط لو انت فاهم الفلو بيمشي ازاي من اول ما بتنادي فانكشن معينة لغاية ما النتيجة بتظهر لك. دي حاجه. الحاجه التانيه ان انت ممكن تبقى عايز في وقت من الاوقات اوفر رايت البيهيفير بتاع الفانكشن دي. يعني هنفترض النهارده حتى هنعمل مثال مع بعض ان احنا بننادي مثلا يوزر فايند واحد فيرجع لي اليوزر واحد او نل. ماذا لو اتفقت انا والتيم بتاعي مثلا، طبعا ده على سبيل المثال، ممكن يبقى عندك كيسز مختلفه، ان احنا يا جماعه عايزين دايما الفايند دي ترجع لنا يا اما الموديل بتاعنا لو موجود، يا اما مثلا يرجع فولس مش نل. انا عايز ارجع فولس دايما. او خلينا مثال تاني، انا عايز اعمل ميثود انا بنفسي اسميها مثلا فايند اور فولس. احنا عندنا فايند اور فيل، عايز اخلي واحده اسمها فايند اور فولس، فانا محتاج انادي على الفانكشن من الفايند نفسها. فانا لما اعرف الفايند دي شغاله ازاي والفلو بتاعها بيمشي ازاي، هيبقى سهل عليا اوفر رايد او اعمل فانكشن جديده واستخدم الفايند جواها. تمام. فتعالوا نبدا مع بعض كده ونشوف احنا الموضوع ده هيمشي معانا ازاي. بسم الله. تعالى نفتح كده الموديل بتاعنا وناخد اي موديل، وليكن مثلا التيكت ده. احنا بكل بساطه ممكن نيجي نعمل كده ونقول له ايه، ريتيرن مثلا التيكت. فاين. لو خدت بالك اول حاجه الاي دي اي بتاعي بي اتش بي ستورم مش قادر يفهم ايه فاين دي الاول. طبعا لو انت مسطب بعض الباكجز ممكن تخليك تعرف، بس انا بقول لك هنا باختصار شديد هو مش قادر يعرف ايه الفاين دي، مع ان احنا لو عملنا ران للكود، هنفتح كده الكود بتاعنا ونعمل ريفريش هتلاقي جاب لي الكود بتاعي ده. نعمل زوم ان. تمام. تعال نعمل دي احسن عشان نبقى شايفين الدنيا بشكل اوضح يعني. تمام. اعمل كده فجاب لي ادي الموديل التيكت وادي التفاصيل بتاعته ودي الاتريبيوتس اللي جوه الموديل بتاعي. الكلام ده جميل. ايه بقى اللي بيحصل عشان اوصل انا في الاخر للنتيجه دي؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ والله بكل بساطه واحد هيقول لك خلاص اكيد عندنا ميثود اسمها فاين في مكان ما، هي بتشغل الكلام ده. الكلام ده جميل، بس هي فين الفايند دي؟ يعني لو فتحنا التيكت كده ودورنا جواها مبدئيا مفيش فايند. فالسؤال هيجي حاجه من اتنين، يا اما الكلاسز اللي بنعمل لها انهيرت زي الموديل مثلا، او تريت من التريتس اللي موجوده عندي. فلو فتحت مثلا التريت ده الهاز فاكتوري مش هلاقي فيه حاجه خالص اسمها فايند. ده منطقي. يبقى اكيد هي في الموديل. لو رحت فتحت الموديل بتاعي اللي هو جاي من الداتابيز الايكوانت بتاعي، هلاقي ميثود اسمها الفايند، ولكن المفاجاه انك مش هتلاقي فايند برضه. يعني فايند كده مفيش حاجه اسمها فايند، زيرو ريزلتس. فطبيعي مفيش حاجه اسمها فايند. طيب لما مفيش فايند ولا في الموديل ولا في الانهيرتنس اللي احنا عملناه من الكلاسز الثانيه، الفايند دي كانت موجوده فين؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده. مبدئيا الكلاس لما بتيجي تنادي على ميثود جواه وما هياش موجوده، بغض النظر عن انك بتكستند اي حاجه خالص، اول حاجه البي اتش بتعملها بتتريجر الماجيك ميثودز. لو انت حضرتك مش عارف الماجيك ميثودز ممكن نبص عليها بص على السريع. مثلا البي اتش بي ماجيك ميثودز كده تفتح الدوكيومنتيشن وتقرا عنها. الميثودز دي زي ما بقول لك بكل بساطه هي سبيشال ميثودز في بي اتش بي. تمام. بي اتش بي بتوفر رايد الديفولت اكشنز لما اكشن معين يحصل. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال انا بنادي ميثود مش موجوده في الكلاس، الطبيعي يرجع لي ايرور او وورنينج يقول لي مفيش ميثود موجوده بالاسم ده. قبل الموضوع ده ما بيحصل فعليا بي اتش بي بتدور في الكلاس على اي ماجيك ميثود موجوده، زي مثلا الكول ستاتيك، الجيت، الست، الاس ست، وات ايفر. يعني دي كل الماجيك ميثودز اللي عندنا. فالبي اتش بي بيتراي او بيروح يتريجر الميثودز دي ويشوف لو هي موجوده في الكلاس ده بيروح يشغلها. تعال ناخد مثال على السريع. لو انت فاهم الماجيك ميثودز ممكن تعدي الحته دي، لو انت مش فاهمها تعال ناخد مثال مع بعضنا على السريع في نفس المكان ده كده. تعال نعمل مثلا كلاس جديد. تمام. انا الكلاس ده هسميه مثلا تيست، وانا هنا هقول له تيست ده، سوري ايه اللي حصل، تيست ده هقول له ايه، نيو تيست. وبعد كده يا تيست اعمل لي ناديني على الميثود اللي اسمها مثلا سيت النيم على سبيل المثال. تمام. سيت النيم بس كده، وخد الميثود بتاعنا.
تعال نعمل كده احنا كده دي للنتيجه دي، اول حتى من غير ما نعمل على طول، احنا ممكن بس نشغل الكود ده نشوف هيشتغل ولا محتاجين نعمل له كود. تعال نفتح الكود بتاعنا، طبعا هنا مفيش حاجه اكيد عشان ضرب ايرور. تمام، جه هنا قال لي كول تو undefined ميثود تيست سيت نيم. ده اللي بيحصل فعليا، هو مفيش ميثود اسمها سيت نيم، بس انت لو انت عامل ديفاين هنا للكول بتاعتك مش هتلاقي ده يحصل. يعني على سبيل المثال هقول له كده وهقول له حاجه اسمها كول. تمام، الكول دي بتاخد النيم والارجيومنتس، النيم بتاع الميثود تمام اللي انت بتعمل لها كول من بره، والارجيومنتس اللي انت باعتها. فانا هقول له هنا بكل بساطه، سيبك كمان من الاف كونديشن دي، انا هقول له هنا كده ايكو ان الميثود هي اسم الميثود اللي انت ندهت عليه. طبعا نشغل الكود ده دلوقتي ونشغله كده، هيجيب لي set name method، واخد بالك؟ تعال ممكن كمان نضم بالكلام ده عشان بس اوريك ايه اللي بيحصل. هو مش هيثرو اكسبشن، هو هيجيب لي الكول بتاعتي، قال لك دي الميثود بتاعتنا set name method، وادي البارامترز اللي انت باعتها. تمام، ده اللي بيحصل، مع ان مفيش ميثود اسمها set name جوه الكلاس، بس ما دام في ماجيك ميثود فالبي اتش بي يتريجر الميثودز دي في الاول. ده اللي بيحصل بالظبط. فاحنا المفروض لو رحنا على تيكت كده ما لقيناش فيه اي ماجيك ميثود، هنبص على الاكستنس بتاعته، لقينا الموديل بتاعنا، ندور على اي حاجه اسمها كول. ايوه لقينا كول ولقينا كول ستاتيك. انهي واحده فيهم؟ ده بقى بيكون بيزد على انت بتنادي الميثود ازاي، هل هي ستاتيك كونتكست ولا ميثود عاديه. يعني المثال بتاعنا اللي كان من شويه كانت ميثود عاديه، عملت ارو وبقول له هات سيت النيم، لكن هنا انا في التيكت بقول له هات فايند كستاتيك ميثود، فالمفروض ان اول حاجه هيحصل لها تريجر هي الكول ستاتيك مش الكول. طيب نبدا بقى السيناريو بتاعنا، عايزين نتاكد الكلام ده مظبوط ولا لا. بكل بساطه احنا ممكن نعمل كده، نقول له ضم الميثود والبارامترز وتعالى نعمل ريفريش. قال لي الميثود اسمها فايند والبارامترز اللي انت بعتها اري والاي دي بواحد. خد بالك انك في الفايند هنا ممكن تبعت اري اوف اي ديز، مش شرط واحد بس، يعني ممكن تقول له انا عايز الاي دي التيكتس 1 و2 و3. تمام، فاحنا كده ضمننا نفسنا احنا هنا. حلو جميل، اجي ابص هنا كده الاقيه بيعمل نيو ستاتيك، يعني بياخد نسخه جديده من الكلاس ده كستاتيك، ويروح منادي على الميثود الطريقه العاديه اللي عملناها من شويه هنا مع التيست. ده معناه ان هو كده بينادي مين؟ على ميثود اسمها فايند برضه. وبما ان احنا اتاكدنا ان مفيش ميثود اسمها فايند هنا، فكده هينادي على الكول ماجيك ميثود بتاعتنا دي. للتاكيد برضه انا عايزك تبقى متاكد من كل حاجه احنا بنكتبها والامور شغاله مظبوط. ونعمل كده كمان، نزود حاجه ونقول له كول. لو عملنا ريفريش كول اند فايند ميثود ايه، دي واحده نخليها دي تمام. نعمل كده ادي الديفاين وادي البارامترز وادي كل اللي احنا كتبناها، فاحنا كده ماشيين مظبوط. نبدا بقى، هل الميثود دي هي واحده من الانكريمنت ديكريمنت؟ لا. هل هي ريليشن ريزولفر؟ لا، ده موديل عادي خالص بلدي. هل هي الميثود دي في كلمه ثرو؟ لا. يبقى في الاخر هنوصل للسطر ده. سيبك من الفورورد كول دلوقتي لان دي اخر حاجه هتشتغل. اول حاجه هيشغل اكسكيوشن، هيكسكيوت الاكسبريشن ده، وبعد كده يبص له ميثود، وبعد كده يبص البارامترز للفورورد كول. ايوه، يبقى كده بقى اول نقطه عندنا واول خطوه النيو كويري. لو فتحنا الميثود دي في الموديل هنلاقيه بيقول لك ان هو بيرجع بيلدر، ودي اول حاجه خد بالك منها. بنرجع اليكوانت بيلدر، وده الاو ار ام اللي لارافيل بيستخدمه تمام عشان يقدر يبريزنت الداتابيز داتا بتاعتك از موديل كلاس. حتى هنا بيقول لك جيت ا نيو كويري بيلدر فور ذا موديلز تيبل. طيب الكويري ده او البيلدر اللي احنا هنطلعه شكله عامل ازاي؟ لغايه دلوقتي انا ولا اعرف هو عايز فايند ولا فيرست ولا جيت ولا وير ولا حاجه. هو اول حاجه بينيشيت انستنس جديده من البيلدر. طب بيعملها ازاي؟ عن طريق خطوتين. اول حاجه بيطلع كويري ويزود سكوبس، بيرجع كويري ويزود سكوبس. ناخد بس ده كوبي عشان نسترش عليه ونرجع له تاني بسهوله. تمام، ونفتح الميثود دي. اول حاجه بيروح يقول له نيو موديل كويري ويز، لو انت عامل ويز عشان محتاج ريليشن، يعني مثلا هنا عايز اقول له مع التيكت دي مثلا ويز هات لي مثلا البوكينجز الحجوزات، او هات لي اليوزر او الكلام ده. فانت لو في ريليشنز هنا هيحملها في الموديل في البيلدر بتاعك. وويز كاونت لو انت معرف برضو ويز كاونت ريليشن، يعني عايز عدد الحجوزات عدد اليوزرز، هيحملها كلها. وفي الاخر هيرجع لك نسخه من البيلدر بتاعك، انستنس جديد من البيلدر. الانستنس ده ولا لسه فيه وير ولا فيرست ولا فايند ولا اي حاجه خالص، هو مجرد رو انستنس جديد من البيلدر بتاعك. جميل، نرجع تاني للميثود بتاعتنا. بعد ما ارجع ده كده
without سكوبس، مفيش سكوبس، هيبدا يابلاي الجلوبال سكوبس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي جلوبال سكوب انت معرفه عندك في التيكت بتاعك هنا اللي هو الموديل ده، او حتى في السيرفيس بروفايدر، او ايا كان اي جلوبال سكوب عندك موجود هيتنفذ هنا. طب عايزين نتاكد الكلام ده مظبوط. طيب بسيطه، احنا ممكن نرجع تاني نشوف الكول، تمام، وممكن ناخد الثلاثه دول كده ونعمل لهم ضم ونغير شويه حاجات ونتاكد ان شغلنا رايح مظبوط. نشغل الكود بتاعنا، ادي الانستنس بتاع البيلدر بتاعي، وادي الميثود، وادي كل حاجه. بس لو فتحت هنا كده هيقول لي والله ما فيش ايجر لود، يعني ما فيش ريليشنز متحمله، ما فيش سكوبس. طب انا عايز اتاكد كلامي مظبوط. ببساطه انا ممكن اروح على التيكت هنا واقول له استخدم كمان السوفت ليدز كجلوبال سكوب، واشغل تاني الكود. هلاقي في الحاله دي بقى في واحد سكوب موجود، في سكوب اللي هو السوفت ديليت اللي احنا عارفينه كلنا اتطبق خلاص. فكده البيلدر رجع معايا عليه الجلوبال سكوبس بتاعتي. جميل، يبقى احنا وصلنا لغايه هنا كده. معانا بيلدر ايه؟ انستنس من الايكوانت بيلدر. جميل، ومعانا الميثود ومعانا البارامتر. نخش بقى هنباص الثلاثه اللي معانا دول على الفورورد كولز. بنعمل الفورورد كولز دي فكرتها جميله جدا جدا. مش بيعمل اي حاجه، اللي هو بيعمل سطر واحد، ياخد الانستنس اللي معاك ده اللي هو الكلاس وينادي على الميثود اللي انت معاك برضو بالبارامترز دي. تعال نطبق الموضوع ده بشكل عملي ونشوف بيتم ازاي. يعني لو انا رحت هنا كده وعملت نفس الكلاس اللي كنت عامله من شويه مثلا، تمام، تعال نعمل كده على السريع. حلو، ونسميه مثلا تيست. وانا جيت هنا كده عملت مثلا فانكشن اسمها مثلا ايه، جيت نيم، اي حاجه، او سيت نيم. تعالى نعملها سيت نيم زي ما كنا عاملينها من شويه. سيت نيم، وادي نقول له ايه، سترينج للنيم. جميل، وفي الاخر بس مش هقول له غير ايكو النيم ده بس. انا اللي هعمله. واجي بره كده انا هنفذ نفس الكود اللي مكتوب في الفورورد كولز. الاوبجكت، تمام، ادي الاوبجكت بتاعي، المفروض معايا انستنس، فهقول له الاوبجكت نيو تيست. ده اللي عملناه. التيست دلوقتي ده هو مكان البيلدر اللي طلع معانا. طيب وتاني حاجه الميثود، احنا معانا الميثود اسمها فايند، هحش دي واحط سيت نيم، تمام، والبارامترز اللي معايا بكل بساطه ممكن احذف ده واقول له مثلا احمد. بس كده. تعال نشوف الكود ده هيطبع معانا ايه لو اشتغل. نشغل كده الكود بتاعنا ونعمل كده سيت ارجمنت واحد نيم ماست بي تايب سترينج اري جيفن، تمام. ممكن نرجع تاني كده على الكود ونشوف. طبعا ده مش محتاج اريه، ممكن نبصيها كده. نرجع تاني ننفذ الكود، تمام. المفروض فوق كده هنلاقيها. هنوقف دي طيب دلوقتي ونعمل ريفريش كده. جاب لي ايه؟ احمد ايكو النيم، تمام. ده اللي حصل. انت بتنادي الاوبجكت وبتقول له من الانستنس ده نادي على الميثود دي وبصيها البارامترز اللي معاك. جميل، الدنيا كده زي الفل. تعالى بقى نعمل دي تاني، نرجع تاني كده. وكده عمل ايه؟ هيمسك البيلدر هينادي الميثود اللي جواه. ده معناه ان احنا لو دخلنا الكيوري بيلدر وفتحنا البيلدر بتاعنا، في الحاله دي بقى لازم نلاقي ميثود اسمها فايند. هنفتح كده، ايوه لقينا الفايند. جميل. خد بالك ان الفايند هنا الاي دي ممكن تبقى اري او سترينج. ان انا ممكن اجي هنا كده في التيكت واقول له هنا كده، اقول له فايند مش واحد بس، ده هات لي واحد وثلاثه. التيكت الاي دي بتاعها واحد وثلاثه. فالراجل هيروح هنا كده هيقول لك لو از اري هينادي فايند ميني. غير كده هيروح ينادي فيرست ويعمل لك وير كي. اللي حصل ايه؟ وير كي هيجيب الكي بتاعت الاي دي اللي هو في الموديل الاساسي اللي احنا عارفين باي ديفولت بيكون الاي دي. لو انت مش حاطط ايدنتيفاير هنا في الموديل بتاعك، مش مغير البرايمري كي، يعني بيروح اوتوماتيك يعمل ايه؟ يروح مغيره هنا، ومش مغيره يحط الاي دي. فده هيغير اي دي. وفيرست هيروح منادي ايه؟ لفيرست بالكولمز اللي انت باعتها. لو فتحنا بقى الفيرست دي هتلاقي بكل بساطه بيقول لك ايه؟ تيك واحد وجيت. بس كده، ادي اللي عمله. بينفذ بقى الكويري بيلدر بتاعتنا في الاخر، تمام. لو خدت بالك ان هنا ده الفيرست دي بتكسكيوت كويري وبتجيت الفيرست ريزلت. هل احنا كده خلصنا خلاص النتيجه طلعت هنا؟ لا، في حاجتين مهمين جدا جدا بعد ما حصل. احنا لغايه دلوقتي وصلنا الى الاس كيو ال اكسكيوشن على الداتابيز ورجع لي رو داتا. الاس كيو ال بيرجع لي من الداتابيز هي داتا كشكل اس تي دي كلاس من النوع اس تي دي كلاس اللي احنا عارفينه اللي هو ده، واخد بالك، لكن مش معمول له كموديل انستنس من التيكت. طيب ده بيحصل ايه بقى؟ في حاجه في لارافيل اسمها الموديل هايدريشن. الموديل هايدريشن دي بيمسك الرو او الداتا اللي راجعه من الداتابيز كرو ده كحاجه كده بس مجرد داتابيز ريزلت، بيحولها بقى لموديل كده. يعني ايه موديل؟ يعني بيبدا يطبق الاتريبيوتس بتاعتك. يعني احنا لو جينا هنا كده في الويب دي وعملنا دي تعال بس نعمل واحد بس عشان اقولها لكم، تمام. وعملت كده
الكود بتاعي تاني في حاجه هنا ناقصه. ممكن ماشي، احنا حطينا السوفت ديتس واحنا اصلا مش مطبقينه في التيبل نفسه. فنعمل كده ريفريش، ادي الاتريبيوتس بتاعت ده الهيدريشن، بياخد الداتا اللي راجعه من الداتا بيز كرو ويحولها للشكل ده. بس كده لا، ده بيطبق كمان بعدها الكاستس. لو انت عندك كاستس بيطبقها حتى هنا فاضيه. طب تعالى نتاكد. انا ممكن اجي هنا كله اقول له كده، اقول له كاستس اعمل لي مثلا وليكن الكوانتيتي دي رجعها لي از انتجر مثلا. ارجع بقى تاني كده اعمل ريفريش للكود بتاعي، ايوه لقيت الكاستس بقت بواحد والنمبر بقى انتجر. جميل. يبقى اول حاجه دي بيعملها. تاني حاجه بنفذ اي ميوتيتور او اكسسوارز عندك لو انت مش عارفها. احنا ممكن بنعملها درس لوحدها لو انت مش عارفها، بس بكل بساطه لو انت دخلت على الدوكيومنتيشن كده تمام وبحثت عن الميوتيتور والكاستنج والاكسسوارز تلاقيها كلها في حته الليكويد او ار ام. تمام. ممكن نبقى نرجع لها بعدين او نعملها درس لوحدها نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. خلصنا دي وخلصنا دي. حاجه زياده كمان، بيحول الاكزيستنس دي لترو دايما. يعني انت ممكن هتلاقي دايما الاكزيستنس دي بترو في حاله ان هو لقى نتيجه لليوزر اللي هو الاي دي بتاعه واحد. ده اللي حصل باختصار. خلصنا الهيدريشن، خلصنا كده؟ لا لسه. في كمان عندنا الايفنتس. ديفاين الايفنتس اللي هي زي الريتريفد. مش احنا قلنا عندنا في ايفنتس ممكن تديفاين الايفنتس دي في الموديل بتاعك هنا وتقول له والله لما ريتريف او كرييت، حتى كرييتنج كرييتد ابديتد كل الايفنتس دي ممكن تديفاين هنا. فالموديل وهو راجع بعد ما عمل هيدريشن لو لقى في ريتريفد ايفنت يروح مفاير الايفنت ده. خلصنا يرجع بقى خالص هنا الداتا بتاعتنا يقول لنا ايه؟ ادي التيكت الواحد بتاعها دي الداتا بتاعتها. ورجعنا للموديل بتاعنا. لو حشنا دي بقى ساعتها دلوقتي وعملنا كده هيجيب لي ادي الاوبجكت بتاعي في الاخر اللي رجع. ده اللي بيحصل باختصار شديد في الفلو. احنا لو جينا بقى نختصر كده الموضوع، انا راسمها هنا كده، انا اتفرج عليها. تمام. ده اللي بيحصل باختصار. بتنادي على يوزر فايند مثلا على سبيل المثال، بينادي الكول ستاتيك في الموديل نفسه، بيروح يعمل انستنس من الكويري بيلدر بتاعنا. خد بالك احنا الانستنس راجع من الاليكوانت بيلدر، بس الاليكوانت داخليا بيستخدم الكويري بيلدر عشان يكسكيوت الاس كيو ال. بعد كده بيابلاي الجلوبال سكوبس، بعد كده بيكسكيوت الاس كيو ال عشان يرجع الداتا. فبقى معانا في ريزلت في الوقت ده، بقى في نتيجه معانا في ريزلت راجع او مفيش. لو موجود، لو الريزلت موجوده بيخش على الموديل هايدريشن، شغل الكاستس الميوتيتور الاكزيست، وفي الاخر يفاير الايفنتس بيزد على الحاله بتاعتك هي ريتريفد ولا كرييتد ولا وفي الاخر يرجع لك الريتيرن سواء بيوزر او بنمبر. طيب احنا قلنا في البدايه ان احنا ممكن نعمل اوفر رايد على ميثود الفايند دي واغير البيهيفير بتاعها. ايوه تعال نجرب مع بعض. انا ممكن بكل بساطه نروح على البيلدر كده ناخد كوبي من الفانكشن بتاعتنا. تعال ناخدها ماشي، ناخد بس يكفي كده السيجنتشر ده ونروح هنا كده واقول له كده وارجع دي. اقول له والله بكل بساطه الريزلت بتاعتي تمام. الريزلت بتاعتي هقول له ايه؟ هقول له سيلف كويري. تمام. سيلف كويري عشان انادي على الكويري بيلدر بتاعي واقول له هات مين؟ هات فايند. تمام. واديله نفس الداتا دي. والريزلت بتاعتي هقول له ريتيرن الريزلت او مثلا رجع لي ايه؟ فولس كده بالشكل ده كده. بس ادي اللي عملته. قبل بس ما نجربه تعال الكومنت ده وتعالى نجرب ان احنا رجعنا ايه؟ الاي دي مش موجود. نشغل الكود بتاعنا نعمل ريفرش كده. احنا عملنا ماشي بالريتيرن. تعالى نعمل دي عشان نشوفها بالتفصيل. عملنا كده جاب لي نل. اتفقنا انه بيرجع نل. انا لا، انا عايزه يرجع فولس. ارجع بقى الكود بتاعي اشغل كده في نون ستاتيك ميثود فايند على التيكت كانت بي كولد ستاتيكلي. تمام. تعالى نشوف هنا كده المفروض اعمل لها ستاتيك. تمام. واعمل كده نون ستاتيك ميثود كولد نون ستاتيك ميثود. تمام. احنا اصلا الفايند المفروض هي ستاتيك فنشغل دي كمان. المفروض دي تبقى ستاتيك هي كمان. تمام. نشغل بقى الكود كده تاني نقول له كده تمام جاب لي فولس فما جابليش نل. فانت لو عايز تغير البيهيفير بتاعها في طريقه تانيه بدل ما اعمل كده ممكن اقول له ايه؟ ماجيك ميثود بكل بساطه. فلما اعمل ماجيك ميثود كده المفروض ياخد الميثود بتاعتي، ياخد الميثود والبارامترز واقول له كده نفس الكود المكتوب ده اللي هو كان مكتوب من شويه. والله اف تعال نرجع كده تاني. الميثود والبارامترز اهو هو كتبها لوحدها على طول الاوتو كومبليت. بيقول لك لو الميثود فاين اعمل لي بيرنت كول للميثود دي والبارامترز رجع لي كده او فولس. المره دي مثلا هرجع احمد مش هرجع فولس. نشغل نفس الكود جاب لي احمد. اتفقنا كده؟ انت لو عايز حتى تغير البيهيفير، طب افرض ان انا عايز اعمل فايند اور فولس مثلا بدل دي، فانا ممكن اشغل الفانكشن دي كده. تمام. اوقف دي بقى خلاص واسمي دي فايند اور
فولس مثلا على سبيل المثال، وارجع بقى ايه فولس عاديه خالص، واقول له نادي الفايند دي، ولو مفيش رجع لي فولس بدل نل، اجي اقول له هنا كده فايند اور فولس، شغل جاب لي فولس بس كده. فانت لما معرفتك للفلو شغال ازاي بيساعدك في الامور دي. ده كان درسنا النهارده، اتمنى يكون فرق معاك، واتمنى تكون فهمت الدنيا شغاله ازاي. طبق بقى نفس الكلام ده على فايند، على جيت، على فيرست، على وير، على اي ميثود بتناديها على الموديل بتاعك. فاتمنى يكون الفيديو يفيد لك ان شاء الله. لو في حاجه معينه صعبه ما فهمتهاش، او حاجه محتاج نتكلم عنها بالتفصيل اكتر، يا ريت تكتبها لي في الكومنتس، وان شاء الله نتكلم فيها مع بعض باذن الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.